السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حابب أعمل لكم فيديو بخصوص طبعا بخصوص ما يحدث في الأجواء المصرية حاليا على الساحة الرياضية من تصريحات المدعو يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ودعوة عامة لمقاطعة البنك الأهلي المصري من استثمارات، من إيداع، من قروض، من أي تعامل بنكي، حفاظا لجماهير الأهلي على ما بدر منه. وأتمنى من كل متابعي النادي الأهلي وقف التعامل كاملا مع إدارة البنك الأهلي إلى أن يتم إقالة هذا المدعو. جماهير النادي الأهلي شخصيات علمية، وأحب أرد على الكابتن ماجد سامي اللي طالع يتكلم ويدافع عنه، وعلى كل الزملكاوية اللي طالعين يدافعوا عنه، طبعا لأنه زملكاوي. الموضوع مش موضوع زمالك وأهلي، الموضوع دلوقتي موضوع أخلاق. احنا كنا بنتكلم من أيام على الكابتن محمد صبري وعلى أخلاق الكابتن محمد صبري اللي جمعت الأهلي والزمالك في عزا واحد. هذا المدعو يدعو للتعصب، واحنا طبعا بنبحث عن عدم التعصب لنادي بعينه. فتخيل مسؤول كبير في الدولة، تعلم في الدولة، وأكيد وصل للمنصب دوت بالواسطة، يعني واسطة أكيد 100%، لأن الدولة بتاعتنا دولة الوسايط. ما عندوش الكفاءة، ولو عنده الكفاءة والرزينة ما يطلعش يشتم شعب كامل أو جمهور نادي كامل أو يشتم دولة كاملة إن التعليم بايظ فيها. فطبعا من خلال قناتي، قناة محمود صادق في ألمانيا من ألمانيا، حبيت أدعو جميع الأهلوية، جميع مشجعي النادي الأهلي المصري، عدم التعامل تعاملا باتا مع إدارة البنك الأهلي حتى إقالة هذا المدعو يحيى أبو الفتوح. وأتمنى ما نمشيش ورا الموجة إن إحنا نقول لك ده الأهلي لازم يكون عنده أخلاق. إحنا معانا أخلاق، عشان عندنا أخلاق إحنا بنحترم، بنخلي الناس ديت ما نعملش الموضوع إن هو أو ما نسامحش في حقنا. إحنا لازم ناخد رد فعل قوي على